اضخم حاجه. الاكستنشن كورد او التطويله او بيسموه ايه مش عارف والله اسمه ايه، بس هو البتاع ده من اي لوك، وهو عباره عن اكستنشن او تطويله بديله للمشترك. فهي فيشه من الناحيه دي، ومن الناحيه التانية 3 فتحات. اللون الاصفر مميز جدا ليها، الكواليتي بتاعتها كويسه قوي، بيجي معاها دبل فيس، لزق دبل فيس زي ده، بحيث انك لو عايز تلزقها في الجدار او حاجه زي كده. الفتحات بتاعتها فيها حمايه ضد الاطفال عشان مش حد يدخل حاجه في الفتحات ديت ويتكهرب. الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، تصميم فيه احسان بشكل بديع. الكابل 90 درجه بحيث انك ساعه ما تحطه في الفيشه يبقى ماشي كده مع الحيطه، مش طالع وعامل شكل مش لطيف او ممكن يتشد او يتنتش. فبصراحه رائع. انا اشتريت من دي كتير، واضح من الحاجات اللي على الترابيزه اشتريت منها كتير جدا. الاستوديو بتاع البودكاست كله تقريبا قائم على الحاجات دي، الاستوديو الاساسي كذلك، الاستوديو الحالي نفس الكلام. اشتريت منها كتير وبهادي منها اصحابي الكونتنت كريتورز، لانه عارف ان هو هيحل له مشاكل ممكن يكون بيواجهها في الاستوديو بتاعه. انا حقيقه اول ما اشتريت البتاع الثلاثي ده، اللي هي الوصله الثلاثيه اللي بتحول الوصله الثلاثيه لثنائيه بحيث ان هي تناسب فتحات الكهرباء اللي عندنا في مصر. وعلى عكس الحاجات المنتشره الكواليتي بتاعتها كويسه جدا، بتستحمل صوابع ديت ما بتفكش. فده خلاني اول ما شفت المنتج ده باللون ده اشتريته على طول. وفي لمبه حمراء كده بتبين لك ان الكهرباء شغاله بحيث تاخد بالك برضو. فبصراحه منتج رائع رائع رائع، وشايف ان هو لا غنى عنه لاي حد عايز يحاول مثلا الاوضه بتاعته، الاستوديو بتاع البيت بتاعه، الحاجه سمارت، الحاجات كلها كونكتد على فيشه واحده بحيث بضغط الزرار الحاجات دي كلها هتشتغل. فده هيكون حل ممتاز. الشركه اسمها اي لوك، معرفش هي شركه مصريه ولا شركه بره ولا ايه بالظبط، بس منتجاتهم كويسه جدا جدا جدا، يعني بالكواليتي دي ما بتلاقيش كتير.